السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي ابطال المرحلة الإعدادية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاك استاذ عبد الله عواد، وبإذن الله الفيديو بتاع النهارده لاخواتنا وحبايبنا ابطال تانية إعدادي. ركز يا بطل، شد حيلك، الامتحانات على الأبواب. خلصت الفيديو بتاع المراجعة، خلصت الفيديو بتاع الشرح، لو ما اتفرجتش عليه ارجع يا باشا اتفرج عليه وتعالى لي النهارده علشان هنبدأ نحل على تقييمات الشهر بإذن الله، شهر نوفمبر. صلى على النبي. الفيديو بتاع النهارده هنحل التقييمات بتاعة الايه؟ بتاعة الشهر، الأربع تقييمات في الاربع اسابيع. ركز معايا علشان الفيديو النهارده هيفيدك باذن الله وتخليك داخل الامتحان وانت واثق من نفسك وتكسر الدنيا وتجيب الدرجه النهائيه. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل اشتراك في القناه، وتعمل شير للفيديو لكل اصحابك اللي في نفس السن علشان يستفاد. نشر العلم ده يا حبيب قلبي صدقه. يلا يا سيدي علشان نشوف الكلام عندنا في الاسبوع الخامس. قال لك يا سيدي هنبدا عندنا في الاسبوع الايه؟ الاسبوع الخامس. بس خلينا متفقين اتفاق، التعبير اكيد هو مش هيحتاج ان انا اكتبه لك. التعبير ده او الخط دي مش حاجه ايه، مش حاجه هضطر ان انا ايه اكتبها لك. التعبير والخط ده عليك يا حبيب قلبي، تمام؟ انا هبدا معاك في النصوص وهبدا في القراءه والنحو وكل الحاجات دي، انا عناية لك. التعبير ده عليك، واظن التعبير مش بيكون فيه مشكله، لان انا لو كتبت موضوع تعبير هنقعد لحد بكره نقعد نكتب فيه ونقعد لحد بكره في الفيديو. التعبير موضوع سهل ومش بيبقى فيه اي مشكله. فهنا والله اقرأ ثم حلل المقال وصف المكان، هتتكلم عن المقدمه والاهميه والخاتمه، ودي ما فيهاش اي حاجه. تعال اما نخش يا سيدي على الفقره الثانيه في الاسبوع الخامس. قال لك مصر التي في خاطري وفي دمي، مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. لا ليت كل مؤمن بعزمها يحبها حبي لها. بني الحمى والوطن من منكم يحبها مثل أنا. نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم. يعني إيه بقى يا سيدي خاطري؟ هنقول والله خاطري هنا بتيجي بمعنى، لا عايزين نكبر الخط شوية. خاطري بتيجي بمعنى اهو تفكيري. خاطري بتيجي بمعنى ايه؟ تفكيري. ومضاد عز الذل، وجمع الروح الارواح. جمع الروح الايه؟ الارواح. يبقى تاني خاطري يعني تفكيري وفي بالي. مصر التي في خاطري يعني ايه؟ يعني دايما في تفكيري ودايما في بالي. قال لك مضاد العز الذل وجمع الروح الارواح. مظاهر حب الشاعر لوطنه كما فهمت من الابيات. تعالى يا سيدي اما اجاوب لك على السؤال ايه هي. قال لك ايه؟ مظاهر حب الشاعر لوطنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله يا سيدي هنا الشاعر ازاي بين ان هو بيحب وطنه، ازاي ظهر ان هو بيحب وطنه. مظاهر حب الشاعر لوطنه كما فهمت من الابيات. بص يا سيدي، قال لك مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. اوعى يلا يا قلة تمسك البيت الشعري ده وتقوم حاطه تحت وتكتبه زي ما هو. امال انت دورك ايه؟ امال ما دام انت مسكت الحاجه حطيتها تحت كده وخلاص، انت دورك ايه؟ ما هو اي حد، الناس اللي ما بيعرفوش اي حاجه هيمسكوا البيت ويحطوها تحت. الذكاء هنا ان انت تكتب باسلوبك البيت، ان انت تشرح البيت باسلوبك، واسلوبك هيكون صح واسلوبك هيكون احسن مني ومنك ومن اي حد. بس اشرح باسلوبك. انت فاهم البيت الاول؟ البيت الاول هنا الشاعر بيقول لك مصر التي في خاطري وفي فمي، احبها من كل روحي ودمي. هنا هنبدا نشرح باسلوبك، انا اشرح باسلوبي وانت اشرح باسلوبك واحنا الاتنين صح. بس اكتب باسلوبك، بلاش شغل البصمجه ان انت تمسك البيت اللي فوق تحطه هو تحت. احنا كده ما استفدناش اي حاجه. اشرح باسلوبك يا حبيب قلبي. قال لك يا سيدي حيث قال الشاعر، تعالى كده هات القلم. بص كده الكلام سهل. حيث قال الشاعر، حيث قال الشاعر أنه دائما يفكر في مصر، أنه دائما يفكر في مصر
ودائما، ان هو دائما بيفكر في مصر، ودائما يتكلم عنها، ودائما يتكلم عنها، وعلى الاستعداد بالتضحية، على استعداد بالايه؟ بالتضحية من اجل مصر، اللي هو مصر التي في خاطري وفيما احبها من كل روحي ودمي، ان هو مستعد ان هو يضحي من اجل مصر. ودي مظاهر الحب يا معالي الباشا. تعال اما ننزل اللي تحت. ما الجمال في بني الحمى والوطن؟ ما الجمال في كلمة بني الحمى والايه؟ والوطن. تعال يا سيدي، قال لك الجمال اول حاجه، انا هنا مستعد اطلع اول حاجه بس كده، هو فيها اسلوب ايه؟ اسلوب انشائي، نوعه نداء. اسلوب انشائي نوعه ايه؟ نداء. فيه تشبيه الوطن بالاب، وفيه تسوير الايه؟ الوطن بالاب، اللي هو بني الحمى والوطن، اللي هو ايه؟ اللي هو هنا الوطن ايه؟ اب وله ايه؟ وله ابناء. فهنا اسلوب، في هنا اسلوب ايه؟ اسلوب انشائي نوعه نداء، وفي هنا تعبير مجازي حيث صور الوطن بالاب اللي ليه ابناء والكلام ده كله يا معالي الباشا. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. ما المعنى القريب؟ وقال لك ما المعنى البعيد؟ معنى القريب والمعنى البعيد في مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. قال لك والله المعنى القريب اللي هو على طول المعنى المباشر، اللي هو هنكتب له حب مصر. حب ايه؟ حب مصر. انما والله المعنى البعيد هنكتب كالتالي: ان الشاعر لن ينسى مصر، لن ينسى مصر، ودائما يفكر فيها، دائما يفكر فيها ويتحدث عنها. فاللي هي معنى كده ان مصر عمرها ما بتغيب عن عقله ولا عمرها بتغيب عن لسانه. وقلنا المعنى القريب اللي هو المعنى المباشر، المعنى المباشر على طول، المعنى القريب اللي هو انا حب مصر. انما المعنى البعيد بنحور الكلام وبنشوف هو يقصد ايه بالتحوير بتاعه. يعني مثلا المعنى القريب والمعنى البعيد، لما اجي اقول لك محمد شجاع، ده كده معنى ايه؟ ده معنى قريب. ليه؟ عشان قلت في وش على طول محمد شجاع. لو عايز اقول له بمعنى بعيد او بمعنى ضمني غير مباشر، هقول له والله محمد انت اسد، محمد انت ايه؟ انت اسد. وده يا معالي الباشا بيسمى معنى ضمني او بعيد او غير مباشر، معنى بعيد جدا بقصد بيه ان انا بحور الكلام. فقال لك يا سيدي تعالى كده اما نكمل كلامنا. قال لك يتمنى الشاعر أن يحب مصر مثل بقية الناس. أيوة. يلا يا سيدي اما نيجي نشوف السؤال التاني. قال لك مصر لا تحرم محتاجا من خيراتها. طبعا مصر عمرها ما تحرم حد من خيراتها. بابنا مفتوح 24 ساعة. لمصر مكانة مقدسة عند الناس وعند الله. صح. يشعر المصريون بالخوف والتهديد في بلادهم. بلد الامن والامان يا باشا، مستحيل نشعر بالخوف او بالتهديد، ده حد يجي يقدر بس يقدر علينا. قال لك والله تعالى كده ما نشوف الاداء المنزليه. نشاط، اكتب وابدع. اكتب تلخيصا لاول 4 ابيات من النص موظفا كلمات النص مع الحفاظ على الفكره. تعالى يا سيدي اما نشوف ازاي هنكتب ملخص لاول 4 ابيات. ادي يا سيدي، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4. قال لك مصر التي في خاطري وفي فمي احبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها. بني الحمى والوطن من منكم يحبها مثل انا. نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الاكرم. يلا يا سيدي ايه؟ يلا معانا. تعالى كده اما نشوف اول بيت معانا. يلا يا سيدي اهو. يقول الشاعر اهو يا سيدي اول بيت. يقول الشاعر في البيت الاول انه يحب مصر. انه يحب ايه؟ انه يحب مصر
ودائما يفكر، اهو زي ما قلنا بقى دائما ايه يفكر فيها، دائما يفكر فيها ودائما يذكرها، ودائما ايه يذكرها بالخير. مصر التي في خاطري وفي فمي حبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي أنا. يقول الشاعر في البيت الثاني: ويطلب الناس أن يحبوا مصر، مثل حبه لها، مثل حبه ايه لها. تعال اما نشوف كده البيت اللي بعده. يلا يا سيدي، ها تعال اما نشوف البيت اللي بعده. قال لك يا بني الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي انا. تعال لما نكتب اهو 3. بدأ الشاعر ينادي على أبناء الوطن، ينادي على أبناء الوطن من أجل إرشادهم على حب مصر، وبناء مستقبل بيت الرابع. رد عليه أبناء الوطن أنهم يحبون. ده هنا البيت البيت الرابع اللي عندنا كده، مش عارف في الشاشة ايه ما بتعملش. البيت اللي هو ايه الرابع، اللي هو نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم. احنا بنشرح ايه البيت الخامس ده. قال لك والله هنا رد عليه الناس اللي هم بني الحمى والوطن، قالوا رد عليه أبناء الوطن بأنه يحب الوطن وعلى استعداد للتضحية من أجله. تضحية من ايه ولا من أجله. وده يا سيدي من حيث البيت ده من حيث الخمس أبيات أو الأربع أبيات اللي موجودين عندك، شرحهم بأسلوب سهل وبسيط بفهمك وبأسلوب ما تخترعش، الموضوع أسهل من ما يمكن. اشرح بس بأسلوبك وهتاخد 10 من 10 ونجمة كمان. تعالى يا سيدي أما نرجع عندنا للكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبخلوا بمائها على ظما. يلا يا سيدي، لا تبخلوا بمائها على ظما وطعموا من خيرها كل فم. وقال لك أحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. يا مصر يا مهد الرجاء، يا منزل الروح الأمين، إنا على العهد الوفاء في نصرة الحق المبين. قال لك والله معنى كلمة الجليل، تعالى كده بنكتب الجليل يعني العظيم. معنى كلمة الجليل العظيم. مضاد كلمة الظما يعني المرتوي. واحد عطشان مضادها ايه مرتوي. جمع كلمة عهد عهود او اعهد، او اعهد. بما امر الشاعر وعما ينهي. قال لك والله بما امر الشاعر ان نطعم، اهو ان نطعم من خيرها، كل محتاج. ان نطعم من خيرها كل محتاج. وعما نهانا هقول لك والله اهو نهى عن البخل بخيرات مصر. بخيرات مصر. ماشي يا سيدي. يا مصر يا مهد الرجاء، ما نوع الاسلوب؟ بص كده، يا يبقى ده اسلوب انشائي، نوعه، تعالى بس بنمسح ده كده، نوعه نداء. اسلوب انشائي نوعه نداء. غرض التعظيم. يا منزل الروح الامين، ما المعنى البعيد لهذا التعبير؟ المعنى البعيد يا مصر يا منزل الروح الامين. قال لك والله تعالى كده اما نكتب لك المعنى البعيد يا حبيب قلبي. هنا منزل الروح الامين يعني المكان الامن والسالم اللي ما فيهوش اي قلق
واللي فيه راحة وطمأنينة. فقال لك يا مصر يا منزل الروح الأمين، قال لك أن مصر بلد الأمن ومنزل الأمان، منزل الأمن والأمان ومكان الأمن والأمان اللي موجود في العالم كله. وقال لك هتكتب بأسلوبك صح، هتكتب بأسلوبي صح، المهم ان انت تفكر قبل ما تجاوب. تعالى يا سيدي، قال لك يتعاهد المصريون على نصرة كل مظلوم، صح. خيرات مصر وماؤها لا تكفي سكانها، لا يا سيدي مكفيانا الحمد لله، ربنا يزيد ويبارك. الشاعر يدعو المصريين ليعيشوا كرماء مستقلين، ايوه. شعب مصر وجيشها يستحق الحب، كل الحب والتقدير لجيش مصر يا عم الحاج. تعالى يا سيدي، قال لك اكتب تلخيص برضه للاربع ابيات، الموضوع ما فيهوش اي مشكله. قال لك هتشرح البيت وتلخصه باسلوبك وبالاسلوب اللي انا قلته دلوقتي. تعالى يا سيدي اما نشرح الاربع ابيات. لا تبخلوا بمائها على ظما واطعموا من خيراتها كل فم. تعالى يا سيدي انا عينيا ليك هشرح لك الابيات. تعالى من حيث اول بيت لا تبخلوا بمائها على كل ظما، هقول لك والله معنى البيت الاول اللي احنا بنتكلم عليه ده. قال لك نصح الشاعر بعدم البخل على كل محتاج، وأن نطعم كل ضيف أو كل من هو محتاج لخيرات مصر يا عم الحاج. كل من هو محتاج لخيرات مصر. أحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. تعالى يا سيدي، يا سلام، هشرحه لك ونص. تعالى اما نعمل ده كده ابيض 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 علشان نشرح فوقه. يلا يا سيدي، قال لك احبها لموقفها النبيل من شعبها وجيشها النبيل. يلا يا سيدي، قال لك ان الشاعر يحب مصر بسبب مواقفها الجليلة، مع موقفها الجليلة مع الدول، وبسبب جيشها وشعبها، وبيحبها برضه بسبب جيشها وبسبب شعبها. تعالى يا سيدي اما نخش على اللي بعده. يلا تعالى اما نخش على اللي بعده. يا مصر يا مهد الرجاء يا منزل الروح الامين. قال لك والله هنا في الابيات دي، تعالى يا سيدي اهو، يقول الشاعر، ركز معاه هلا، صح. يقول الشاعر ان مصر هي مطلع الحضارات، الحضارات، وهي المكان الامين، الامين. خش يا باشا على اللي بعده. يلا، قال لك البيت اللي بعده بيقول لك وإنا على عهد الوفاء في نصرة الحق المبين. تعالى يا سيدي اهو، يقول الشاعر أن مصر دائما تقف بجانب المظلوم، وتعطي الحق لأصحابه. وده يا سيدي ملخص الأربع أبيات. تعال اما نخش على اللي بعده. أحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. يا مصر يا مهد الرجاء يا منزل الروح الأمين. إنا على العهد والوفاء
في نصرة الحق المبين. قال لك والله المهد بتيجي بمعنى اهو، مهد بتيجي بمعنى فراش الرضيع. فراش يالا الرضيع. مضاد الحق الباطل. مضاد الحق ايه؟ تعالى بس نمسح كده. مضاد الحق الباطل. ماشي يا سيدي. مفرد المواقف الموقف. مفرد المواقف الايه؟ الموقف. علل الشاعر سبب حبه لمصر. بسبب اهو، تعالى لما نكبر بس الخط سيكا. بسبب ان مصر لديها مواقف اهو. يا مصر ايه احبها للموقف الجليل لانها لها مواقف عظيمة، وهي تمتلك شعب اهو، تمتلك شعب وجيش عظيم. تمتلك شعب وجيش ايه؟ وجيش عظيم. قال لك بما شبه شاعر مصر في البيت الثاني. قال لك والله يا مصر يا مهد الرجاء. قال لك شبهها اول حاجه بان هي مطلع الحضارات، مهد الايه؟ مهد الرجاء. وايضا شبهها بالمنزل الامين. شبهها بالمنزل الايه؟ بالمنزل الامين. قال لك يا سيدي ومع علاقة جملة للموقف الجليل بعلاقتها بما قبله. فين الموقف الجليل؟ أحبها للموقف الجليل. تعالى يا سيدي، الموقف الجليل اهي. موقف الجليل اهي. علاقتها بما قبلها. قال لك بيحبها علشان موقفها الجليل، فدي كده علاقتها بما قبلها تعليل. علاقتها بما قبلها ايه؟ تعليل. واللي بعده يا سيدي من حيث الكتابة ده انت هتكتب مقال وصف مكان لنهر النيل. تعالى يا سيدي، احنا كده داخلين على الايه؟ يلا تعالى اما نكمل. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها. بني الحمى والوطن من منكم يحبها مثلي أنا. نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم. قال لك والله العز يعني المكانة العالية. المكانة العالية. مضاد مؤمن. مضاد كلمة مؤمن مشكك. واحد مؤمن وواثق من حاجة مضادها شخص ايه؟ مشكك. جمع كلمة خاطر. قال لك معنى كلمة خاطر خواطر. معنى كلمة خاطر يالا خواطر. قال لك من منكم يحبها مثلي أنا. قال لك والله من منكم يحبها مثلي أنا ده أسلوب إنشائي نوعه استفهام. أسلوب إنشائي نوعه إيه؟ استفهام. غرضه إظهار الحب. إظهار الحب. تنوعت مظاهر الحب للشاعر لوطنه، ووضح ذلك أنه، تعالى يا سيدي أهو نفس الكلام بيتعاد، أنه دائما يفكر في مصر. أنه دائما يفكر في مصر ويفكر في وطنه ودائما يتحدث عنه. يعني شوية بيفكر فيه وشوية بيتكلم عنه. دي كده تنوعت مظاهر الحب. وهنكمل برضه لو عايز تشرح كمان اشرح. انا لسه شارحها فوق وشرحت كل الابيات فوق. ما عندكش حاجة يا معلم الباشا. مش عارف انا بزعق لك ليه دلوقتي. قال لك على ما يدل التعبير يا ليت كل مؤمن. على ما يدل هذا التعبير هنقول والله يدل على تعالى يا سيدي اهو. اللون ده هيبان ولا مش هيبان ولا؟ تعالى اما نجيب لون تاني اهو. يدل على حب الشاعر لوطن. حب الشاعر ايه؟ لوطن. وتمني لجميع الناس انهم يحبوا الوطن مثله. انهم يحبوا الايه؟ الوطن
مثله. انه يحب الوطن ايه؟ مثله. زي الفل. يلا يا سيدي تعال اما نخش على اللي عيشوا كراما تحت ظل العلم تحيا لنا عزيزة في الأمم. معنى كلمة عزيزة يعني عظيمة. معنى كلمة عزيزة يعني على يعني عظيمة. قال لك معنى كلمة أطعم جوع. معنى كلمة ايه؟ اطعم جوع. تعالى بس نتأكد كده منها. قال لك واطعموا من خيرها. قال يعني اطعم يعني هنا ايه؟ جوع. جمع كلمة النبيل النبلاء. جمع كلمة النبيل ولا جمع كلمة النبيل الجمال ايه؟ النبلاء. ما علاقة جملة تحيا لنا عزيزة في الأمم؟ تعالى كده اما نشوف. تحيا لنا عزيزة في الايه؟ عزيزة في الأمم علاقتها بما قبلها. هنحيا ظل تحت ظل العالم هتحيا لنا عزيزة في الأمم علاقتها بما قبلها نتيجة. علاقتها بما قبلها ايه؟ نتيجة. حدد وصايا الشاعر لبني مصر كما وضحت في الايه؟ وكما وضحت في الآية في الأبيات. أول حاجة قلنا أن نعيش في تعاون. يلا يا سيدي اشتغل. ايه راحت خالص. يلا أن نعيش في تعاون. أن نعيش في ايه؟ في تعاون. جاية بكلمة ايه؟ اللي هي عيشوا كراما تحت ظل العالم. وعدم البخل على عدم البخل على كل محتاج. عدم الايه؟ عدم البخل على كل ايه؟ محتاج. واطعام الناس من خيرات مصر. اطعام الناس من خيرات ايه؟ من خيرات مصر. دي يا سيدي الوصايا اللي حددها لنا الشاعر لبني مصر. اللي هو مين؟ اللي هو احنا يا حبيب قلبي. تعال اما ننزل. ده طبعا الكتابة اللي هي ده كده يكون عندنا التعبير. تعال اما ننزل تحت كده. بسم الله. قال لك عندك السؤال الثاني من نص عبور الى المستقبل. من نص عبور الى الايه؟ الى المستقبل. تعالى يا سيدي اما نشوف الدنيا عندنا. لقد كان اليوم 6 من اكتوبر. تعال اهو. لقد كان اليوم 6 من اكتوبر شاهدا على اراده لا تنهزم وجيش وطني اعاد العزه بدماء ابطاله وهدم غرور العدو. وهدم غرور الايه؟ العدو الذي توهم انه لا يقهر واعاد الى الوطن امجاده. ما الصفات التي تحلى بها جيش مصر في حرب اكتوبر؟ قال لك اتحلى بإرادة لا تنهزم. إرادة إرادة لا تنهزم أهي عندنا أهو. وأعاد عزة الوطن أهو يا سيدي. تاني حاجة عندنا أعاد عزة الوطن. أعاد عزة الإيه؟ أعاد عزة الوطن. وكمان هدم غرور العدو. هدم غرور العدو. هدم غرور ايه؟ العدو. ما اثر انتصار 6 من اكتوبر على الوطن؟ قال لك والله اعاد للوطن امجاده. اعاد للوطن امجاده. ماشي. هات معنى كلمة توهم. كلمة توهم معناها ظن. معنى كلمة توهم يعني ظن. ايوه يا سيدي. ومضاد كلمة العزة بتيجي بمعنى الذل والخسة. مفرد امجاد بتيجي بمعنى مجد. امجاد بتيجي بمعنى ايه؟ بتيجي بمعنى مجد. ماشي يا سيدي. تعالى كده اما نشوف الدنيا معانا. إن لوطننا مصر منذ فجر التاريخ درعا يحميه وسيفا يصونه. إن كانت القوات المسلحة تسهر على حدود مصر الغالية فإن رجال الشرطة وهم حصنها الحصين في الداخل يزودون عنها في وجه الفتن ويحمون أمنها من شرور المتربصين بها.
وفي كلا الصفين رجالا صدقوا ما عاهدوا واختاروا طريق الشرف والتضحية من بين هؤلاء الأبطال. نجم يسطع اسمه البطل محمد مبروك، رجلا عاش لوطنه واستشهد دفاعا عن أمنه واستقراره. تعالى يا سيدي، قال لك تعالى ما نغير اللون، يلا يا سيدي. قال لك ما صور الدفاع عن مصر كما فهمت من الفقرات. صور الدفاع عن مصر هنا عندي 2: القوات المسلحة، وعندنا القوات او بيسمى الداخلية اهو يا سيدي. تعالى ما نقول ايه زي ما كان بيقولها النص عندنا، الداخلية. هنقول والله القوات المسلحة تسهر على الحدود، القوات المسلحة تسهر على الحدود. وعندنا الداخلية، القوات الداخلية يعني تحمي أمنها الداخلي، تحمي أمنها الإيه؟ الداخلي. من هو محمد مبروك؟ قال لك والله رجلا عاش لوطنه، أهو رجلا عاش لوطنه واستشهد دفاعا عنه، هات مرادف كلمة يزيدون ومضاد الشرف ومفرد كلمة متربصين. مفرد كلمة متربصين، المتربصين الايه؟ المتربص. مضاد كلمة الشرف الذل والخسة. قال لك معنى كلمة يزيدون هي فين هنا؟ يزيدون وطن، قوات مسلحة غالية، حصين وجه الفتن أمنها، شو متربصين بها. فين يا سيدي يزيدون؟ أنا هشوف بس يزيدون وهقول لك. حصنها الحصين دفاعا عنها واستقرارها. حصنها الحصين يزيدون عنها في وجه الفتن. يزيدون بتيجي بمعنى يدافعون. يزيدون يعني ايه؟ يعني يدافعون. تعالى يا سيدي اما ننزل ونكمل. عيشوا كراما تحت ظل العلم، تحيا لنا عزيزة في الأمم، ولا تبخلوا بمائها على ظمئ، واطعموا من خيرها كل فم، أحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. إلى ما يدعونا الشاعر في البيت الأول. ركز معايا اوعى تنام، ركز يلا بينا تعال. قال لك إلى ما يدعونا الشاعر في البيت الأول أن نتعاون من أجل الوطن. أن نتعاون من أجل الإيه؟ الوطن، اللي هو عيشوا كراما تحت ظل العلم. بما وصف الشاعر شعب مصر وجيشها أن شعبها جليل وجيش مصر، أن شعبها جليل وجيش مصر عظيم. ماشي يا معالي الباشا. قال لك هات مرادف الظما يعني العطشان. العطشان معنى كلمة الظما الايه؟ العطشان. مفرد كلمة الأمم الأمة. مفرد كلمة الأمم الايه؟ الأمة. مضاد أحبها أكرهها. مضاد أحبها ايه؟ أكرهها. ما الصور الجمالية في تحت ظل العلم؟ تعبير جميل. ثواني بس عشان ايه نعرف نكتب في الحتة دي. بسم الله. تعالى يا سيدي اما نكتب كده اما نشوف ما هو الجمال في الايه؟ في الحتة دي. تحت ظل العلم تعبير جميل او تعبير مجازي، حيث صور الشاعر العلم بأنه شجرة لها ظل. بأنه شجرة له ايه؟ ظل. ان العلم له ظل، ده تعبير بيصور ان العلم قال ايه؟ له ظل. ركز معايا يا ولا. تعال اما نكمل. بني الشباب ده ايه ده؟ دي قواعد املائيه.
دي قواعد ايه؟ دي قواعد املائيه. لا خلينا في المهم المفيد. التعبير لا برضه.